تعالوا نشوف الفطير بتاعنا يا جماعة بقى، حلاوته وطيرانه حاجات موجودة في البيت. ما تنسوش تدعموا القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة في مطبخ أم ياسين على قد الإيد هنعمل الفطير. الفطير مكوناته سهلة قوي، بس يا رب ايه تعجبكم ان شاء الله. ودلوقتي معانا كيلو ونص دقيق، ومعانا لتر مية، ومعانا الملح. دي المكونات الأولية كده للفطير بتاعنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنعملها هناخد الملح بتاعنا. احنا نخلنا الدقيق بتاعنا ومرتين، وأي حاجة فيه ده دقيق عادي من المحل العادي من السوبر ماركت، وحطينا عليه معلقة صغيرة بتاعت الشاي ملح، وحطينا ايه الكمية اللي احنا عايزينها ايه للفطير. المهم ما تكونش ناشفة، وتكون ايه طرية كده. هقول لكم احنا خدنا قد ايه. احنا خدنا تقريبا 700 جرام مية على الدقيق بتاعنا زي ما حضرتك شايفين. يعني انا جايبة لتر مية، خدت 700 منه بس. يعني ايه، قولي 3 كوبايات ولا حاجة، على حسب برضو الدقيق بتاعكم ما بياخد المية ازاي. بصوا يا جماعة شكل العجينة بعد ما عجنت. انا ما قطعتش خالص، حابة ان انا اوريكم شكل العجينة. تحيا شوية يا جماعة، وبعد كده تقرصوها. وحضرنا سمنة على زيت. النهاردة بقى الاقتصادي الفطير بتاعنا هيطلع طعمه زي العسل. لو كوباية سمنة عليها نص كوباية زيت تبقى جميلة قوي، وتبقى ايه هشة وطرية. عملنا بقى ايه، قرصنا الفطير بتاعنا ال5 فطيرات كده الكمية بتاعتنا، وبدأنا نفطر ايه نفرد على السطح بتاعنا. الفردان تكون بالنشابة احسن، وندهن السطح بتاعنا سمنة، الزيت والسمنة اللي احنا عاملينه. وبعد كده نعمل عليه نفرد الفطيرة بتاعتنا، وبعد كده نفردها كويس جدا علشان ما تكونش تخينة معانا، او ما تديناش القوام اللي احنا عايزينه. احنا دلوقتي فردناها كويس قوي، وخلينا رفيعة زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده تانينا حتة حتة، تانينا حتة دهنا كل السمنة والزيت من الداخل، وبعد كده نتني حتة ونحط سمنة وزيت، وبعد كده نتني حتة تانية زي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم بالظبط. وايه، وكل الفطيرايه بتاعتنا كده. وفي الاخر بقى ندهن الزيت مع السمنة ونقفل العجينة تمام. وبعد كده نلمها بقى يا جماعة، ونعملها ايه زي الكورة كده، ونحط بقى المكرمش من تحت كده في الصينية. المكرمش اللي انتوا شايفينه من فوق ده نحطه في أرضية الصينية، والعيدل هو اللي من فوق. هتنزل معاكوا كده، وهتبقى السمنة حلوة معاها، وهتنزل معاكوا ايه السمنة بتاعتها. وبعد كده هتبقى منها فيها اللي انت ايه تفرديها. دلوقتي احنا ما فايتناش حاجة، واحنا دلوقتي بنعمل كل الكمية بتاعتنا ونفردها وندهنها علشان في الاخر خالص نفرد في الصواني، عشان هتكون تاحت كمان ما تمطش معاك، وتعمل ايه مط رايح جاي كده علشان تعرفي تمطيها كويس وتفرديها. والتانية اهي يا جماعة، وبدأنا في التالتة وايه وهنعملها. وخلصنا بقى الكمية بتاعتنا كلها اهي بسم الله ما شاء الله قدامكم اهي، وحطيناها في الصينية، وما فايدناش حاجة لحد دلوقتي، لحد ايه ما كله يتاح كده العجينة بتاعتنا الفطيراية وايه. وبعد كده هنمسك اول واحدة بقى يا جماعة كده، تكون فردت وتكوني عاملاها اول واحدة. يعني اخر واحدة تعمليها تركنيها، وتاخدي اول واحدة عملتيها ايه وتفرديها في الصينية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ايه فردناها بقى كده يا جماعة، ما نفردهاش جامد علشان لو عاملاها رقيقة هتتحرق منك. لو عاملاها تخينة شوية او فيها لحم شوية ايه افردي براحتك تمام. احنا دلوقتي فردنا بقى كويس، بنفرد واحدة واحدة، واي حاجة عايزة تعدليها فيها اعدليها. حتة اتقطعت منك مفيش مشاكل خالص، الفطير ما بيبانش فيه اي حاجة اما بيدخل النار. لو عندك حتة قشطة تحطيها على الوش تمام، ما عندكيش كده جميل وزي الفل.
واحنا فردنا اهو يا جماعة، بنفرد بقى الخمس فطيرات بتاعتنا. يعني الكيلو ونص عملنا بيه في ايه 5 فطيرات، عشان تبقى ايه ما تبقاش خفيفة، وتبقى ايه ماسكة شوية. تمام. يبقى فيها لحم يعني. اما لو كانت رفيعة خالص كده هتلاقيها نشفت منك بسرعة، مش هتلاقي لازم يا فيها جماعة لحم. نعلق الفرن بتاعنا عقبال ما بنخلص الفطير كله، وبعد كده نبدأ ندخله على طول. واهم حاجة في الفطير بتاعنا يا جماعة، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، الفطير اهو يا جماعة قدامكم ما شاء الله وطري وجميل. واهم حاجة بقول لكم فيه ان انتوا اول ما بيطلع من الفرن لازم تغطوه في كروانة او في الصينية بتاعته، علشان يعلق على بعض ويطرى زي ما انتوا شايفين. ما تنسوش تدعموا قناة أم ياسين على قد الإيد باللايك والشير والسبسكرايب. وبحبكم في الله، ومتنسوش الكومنتات الجميلة بتاعتكم، ويا رب يكون عجبكم بإذن الله. وإن شاء الله تقولولي في الكومنتات انتوا ايه الأخبار، عملتوه ولا لأ، وطلع معاكم عامل ازاي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.